الجزائر احتضنت تظاهرة لصانعي المحتوى، وهذه التظاهرة كانت غتكون بحضور أكبر صانعي المحتوى في العالم العربي، وغتكون على شكل مسابقة. ديجيتال كرياتور أواردز، مسابقة شارك فيها أكثر من 1300 صانع محتوى في 12 فئة. Je suis très content de vous dire que je serai de retour en Algérie, à Alger, au mois de juillet, pour une cérémonie de fou. C'est le Digital Creator Awards qui est organisé ici en Algérie. عندي لكم خبر كتير حلو، واللي هو انه انا حكون موجودة في الجزائر في شهر 7 عشان احضر الديجيتال كرياتور اووردز. انه باش نكون في الجزائر الصيفية هذه تجميلية مع ديجيتال كرياتورز اوورد. حبكم برشا أهل الجزائر، كثير متحمسة إني أزور الجزائر، وانعزمت على حفل توزيع جوائز للمبدعين الرقميين. ريان رح نيجي الجزائر، كون في الجزائر في شهر 7 يونيو. انتوا مش فاهمين انا قد ايه مبسوط. حكون جزء من حفل توزيع الجوائز على المبدعين الرقميين. يا اخوان، انا عمري في حياتي ما دخلت قاره افريقيا. تخيلوا اني رحت كثير على اوروبا، ولكن عمري في حياتي ما خطت رجلي في احدى دولنا العربيه الافريقيه. ولكن الان خلص رسميا، اذا الله كتب لنا عمر ساكون في شهر 7 في البلد الحبيب الجزائر. والجزائر وفلسطين بلد واحد. حكون جزء من حفل توزيع الجوائز على المبدعين الرقميين، وراح اخذ لفه وجوله سياحيه في الجزائر مع مجموعه من اصدقائي صناع المحتوى. وعلى فكره الشعب الجزائري شعب يتنفس كره القدم، وهم من اعلى الجماهير عندي متابعه في قنواتي. انتظرونا في الصيف في شهر 7 راح نستمتع مع بعض ان شاء الله. اراكم على خير، سلام عليكم. ولكن المشكله هي ما بغاوش يعطوا بزاف ديال صانعي المحتوى العربي الفيزا من بعد المشكل ديال شروح الطاب والفيديو الشهير في الحدود المغربيه الجزائريه اللي بين فيه الواقع، والجزائر خافوا تعاود نفس السيناريو مره اخرى. انا اعتذر يا اخوان. لحظه شوي بس، لحظه. والله العظيم انه ما يقصد، والله العظيم انه يحاول في موضوع الفيزا، وما في حد ما كلمه علشان يتوسط ويطلع الفيزا، لكن صعب. المفروض بعد اقل من 35 ساعه نكون بايفنت تسليم الجوائز عندكم بالجزائر، ولكن للاسف لحد هاي اللحظه ما معنا التاشيره، فللاسف ما راح نقدر نكون حاضرين معكم بهاي الايفنت. والله لو تسالوا كل الناس اللي حوالي كانت هاي اكثر سفره متحمس لها، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله هاي المره ما حتكون اخر مره نحاول نيجي على الجزائر، راح نحاول اكثر من مره ولو 1000 مره لنيجي نزور البلد الجميل ونتعرف عليكم اكثر ونحكي مع بعض وننبسط ونشوف البلد الحلو كله صراحه جد. وبس والله، بس هالمره سام. وهذا الشيء اللي كيخلي الجزائر تخاف من صناع المحتوى العربيين يفتحوا المشاكل اللي كيعيشها الشعب الجزائري اللي حنا كاملين كنعرفوها. وإلا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناه وشي كومونت تحفيزي او تقدر تعبر فيه على الراي ديالك في القضيه. وشكرا على المشاهده.